حبايب قلبي نوجة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا يا حبايبي وعدتكم ان شاء الله الفترة ديت هنعمل مع بعض بدايل المنتجات او الحاجات اللي احنا بنحتاجها في بيتنا وبتكون بالنسبة لنا مهمة جدا وضرورية. طبعا عملت معاكم كذا وصفة، عملت معاكم الزبدة وبديل الزبدة النيوزيلندي ووريكم النتيجة بتاعتها في وصفة من الوصفات، وعملت معاكم بديل اللحمه المفرومه، وبرده الحمد لله الفيديو برده ناس كتير قوي شكرت فيه وعجبها. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم بديل الطحينه. طبعا الطحينه غاليه جدا، سعرها غالي جدا. هعمل النهارده معاكم باذن الله بديل الطحينه اللي بندوقها في المحلات الكبيره ومطاعم المشويات ومطاعم الاسماك، بيقدموا لنا طحينه طعمها حلو جدا جدا جدا. بس بقى الحكايه ان دي مش طحينه، اللي بيقدموها دي بتبقى ايه؟ بديل الطحينه، اللي هي الوصفه اللي هعملها معاكم دلوقتي يا حبايبي. مش كل المطاعم، علشان برضو ما اظلمش حد، يعني في برضو مطاعم بتلتزم شويه وبتقدم ايه؟ طحينه. بس برضو الغالبيه العظمى او 90% من المطاعم بيقدموا الوصفه دي. يلا يا حبايبي دلوقتي نخش مع بعض ونشوف هنعمل ايه مع بعض. النهارده يا حبايبي هعمل معاكم بقى ايه؟ المكونات اهي. وصفه حلوه جدا. مش معنى ان دي بديل للطحينه ان هي تكون طعمها مش حلو، لا بالعكس، هتاكلوها وتدوها طعمها ما تفرقهاش عن الطحينه، بجد نفس التست بالظبط. عشان ما اطولش عليكم وبطل رغي شويه، معايا هنا ايه؟ معايا هنا رغيفين من العيش الشامي اهو، وكوبايه من الميه المغليه، ميه سخنه. هعمل ايه؟ هقطع كده بسم الله اي تقطيعه كده واقطع العيش ده. طبعا ممكن تعمليها بالعيش الفينو، عندك مثلا عيش شامي زي ده بايت، عندك فينو بايت، فاهماني؟ هيأدي برضو لنفس الغرض ويديكي نفس النتيجه. اهو كده يا حبايبي بالشكل ده. هنزل بكوبايه الميه السخنه على العيش بسم الله اللهم بارك. لازم تكون ميه سخنه كده، واسيبها ايه؟ ربع ساعه. بس اهم حاجه عندي تكون برضو ايه؟ اغطيها عشان تكون ايه؟ تكون سخنه بالشكل ده كده. اتاكد ان هي كلها شربت من الميه اهي كده. كوبايه ميه واحده بس عشان ما تبقاش ايه؟ ما تبقاش صايصه معانا بس اهي. واغطيها بقى كده ربع ساعه. اهم حاجه تكون دافيه كده. عدى ربع ساعه. عايزه اقول لكم بقى على المكونات اللي اضيفها على ايه؟ عليها. معايا هنا عصير 2 ليمونه، ومعايا معلقه كبيره من الخل، كله بقى ده معالق صغيره، معلقه صغيره من الكمون، الشطه، وممكن تستبدليها الناس ما بتحبش اللي تحبهاش حاره ممكن تستبدليها ببابريكا، فصين من الثوم مهروس، وملح. يلا بقى هنعمل ايه؟ نجيب بقى، بصوا خلاص اهي شربت، شايفين اهي لسه دافيه معايا اهيت. ودي خطوه مهمه جدا تكون ايه؟ تكون دافيه معايا. الخلاط بقى بتاعي بسم الله. شفشق الخلاط بقى اهو كده. هنزل بقى بالعيش بركه بسم الله كده يا حبايبي. وهنزل بقى ايه؟ فصين الثوم، ما تكتريش، انا عايزه بس تست بسيط كده. وهنزل بالملح والكمون والشطه، وهنزل عصير الليمونتين ومعلقه الخل. وعلى الخلاط بقى نضرب العظمه دي كلها كده ايه؟ مع بعض. خلطت كده العظمه دي كلها. بصوا بقى الجمال. ايه رايكم بقى في الطحينه الجميله دي بقى؟ والطعم تحفه كده. خلاص بصوا القوام بتاعها بقى حلو زي معايا. هنا بقى في اضافه تانية مهمه جدا هضيفها علشان ايه؟ ندعم العظمه دي وتبقى ايه؟ وتبقى في منتهى الجمال والروعه. ايه هي الاضافه دي؟ هضيف زيت. معايا هنا الزيت اهو. هبدا اضيف بس كده شويه كده
تقريبا معلقتين بس، مش اكتر من كده. وهخلط تاني وارجع اوريكم النتيجه ايه مع بعض. جيب بقى طبق كده جميل يليق بالعظمه دي. بركه بسم الله. بصوا بقى القوام وبصوا الجمال. ايه رايكم في العظمه دي بقى؟ شايفين؟ صدقوني هتتبهروا بالنتيجه. حاجه روعه 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 روعه. ننزل بكل الكميه بقى كده. كميه اللهم بارك، جميله جدا وتوفير التوفير. عملنا الطحينه من غير ولا معلقه طحينه. جربوا ودوقوا الطعم والتست، ولازم تقولوا لي في التعليقات ايه رايكم في العظمه دي. كده بقى نسوي الجمال ده زي المطاعم بقى كده بالظبط. رشه من الزيت، رشه من الكمون، بالشكل ده كده. هتنبهروا بالطعم بامانه، حاجه فظيعه اهو كده. ايه رايكم في الجمال ده؟ بجد طعمها خرافه. يعني انا بدوق باخد من الخلاط اهو وبدوق. بصوا طعمها جميل. حلوه جدا. وده يستاهل ايه نشيكه، يعني بصراحه يعني يستاهل نشيكه كده. نجيب بس كده ايه منديل كده عشان نظبط الايه الجمال بتاعنا ده كده اهو. اعتقد بقى مفيش اوفر من كده ولا اجمل من كده ولا اطعم من كده اهو يا حبايبي. من مفيش عملنا طبق طحينه. طبعا تقدري تعملي الكميه اللي تناسبك. حلوه جدا 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 بصراحه، وهتدوق طعمها وانا واثقه ان شاء الله ان هي هتعجبكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي لايك وشير وسبسكرايب لقناتي ابني وبيتي كل حياتي، واسيبكم في رعايه الله.